مين أنهى حياة الساحر السوداني اللي كان ساكن في نفس البيت؟ ومين الست الغريبة اللي كانت آخر واحدة شافته؟ يا ترى حارس البيت هيحكي إيه لأم إياد؟ تفتكروا جد إياد هيعمل إيه يا ترى؟ خلاص عرفنا مين أبو مرة، بس اللي لسه معرفناهوش هو عايز إيه من إياد، واشمعنى ماسك فيه بالشكل ده. مكملين معاكم قصص رعب وأحداث مرعبة وحكاية مخيفة جدا، وبداية الساحر الجديد مع أبو مرة في قناتكم، قناة حكايات الرعب، جرعة أدرينالين. وأنا معتز محسن. ولو مش متابع الحكاية من الأول هتلاقي الأجزاء كلها في صندوق الوصف. يلا نبدأ يا مرعبين. قبل ما نبدأ أحداث النهاردة، عشان تكونوا عارفين محتواها للكبار فقط، أكبر من 18 سنة. لو أنت أقل من كده ممكن تشوف أي فيديو تاني في قناتنا. الساحر السوداني آخر مرة كان شغال فيها كان عنده إحساس بالذنب من الشغل اللي بيعمله، وما كانش عايز يكمل، وكان خايف إنه يخالف العهد اللي بينه وبين إبليس نفسه أو أبو مرة، لأنه لو خالف العهد اللي بينه وبين أبو مرة ما كانش بس هيخسر الفلوس والسلطة، ده كان هيخسر حياته. جات له واحدة ست وكانت طالبة منه عمل سفلي بالموت لحد من أهل بيتها، وعشان يتم لازم يتعمل بالنجاسة ويعمل معاها علاقة لاستحضار الجن الكافر اللي يقدر يتم المهمة دي. الغريبة إن الساحر السوداني رفض إنه يعمل كده، وجات له صحوة ضمير غريبة، والمفاجأة الأكبر إنه ما كانش يعرف مين الست دي. الست دي كانت صفا بنت أبو مرة أو إبليس نفسه، وجات على شكل الست دي وكانت بتختبر ولاءه والتزامه للعهد، ولكنه فشل وقرر إنه ما يكملش، وكان معاها تفويض إنها تنهي حياته لو خان العهد. وفعلا نفذت المهمة بنجاح، ولكن دورها لسه منتهاش. حارس العقار من آخر مرة لما شاف القطط وهي متجمعة حوالين إياد كان مستغرب جدا. الموضوع حصل أكتر من مرة لحد ما الحارس قرر إنه يسأل والدة إياد عن طباعه وسلوكه، لأنه عرف حكاية الساحر السوداني اللي بعد موته سره اتعرف وظهرت حياته. حست من كلامه إن في حاجة مش مريحة بتحصل. قررت إنها تقرب أكتر من إياد، لكن دايما كان بيبعد عنها. عدت سنين ومش عارفين ينزلوا مصر، وإياد كبر، وكمان حبه للقوة اللي اداله أبو مرة أو إبليس بيزيد يوم عن التاني. إياد وصل لمرحلة الثانوي، وزي أي مراهق بدأت المشاعر تزيد جواه ناحية الجنس التاني. وكالعادة محدش بيسمعه ولا بيتكلم مع حد غيره هو بس. حكاله عن بنت ساكنة في بيت قريب بتروح معاهم حمام السباحة في التدريب الصيفي، وكان نفسه فيها زي أي حد مراهق حاسس برجولته وعايزها بأي وسيلة. أبو مرة رد عليه باستهزاء: دي بنت عادية، أنا ممكن أخليك تعرف اللي أحسن منها، بس تعمل اللي هقولك عليه. أبو مرة بدأ يشرح لإياد يعمل إيه. كان فاضل لإياد حاجات بسيطة وياخد العهد، عهد الشر، عهد مع إبليس نفسه، عشان يكون الساحر الجديد ساحر أسود، ويكون سيده إبليس. إبليس بدأ يطلب منه
رسم نجم داوود على الأرض، ويصلي عكس اتجاه القبلة، وإنه يجرح إيده ويستخدم الدم في كتابة بعض الطلاسم الشيطانية. طبعا مش هقدر أكمل باقي التفاصيل لأن عارف حب الفضول اللي عند الناس، وعشان تكونوا فاهمين، إبليس لا يتم تحضيره، ولكن بيتم استدعائه بطريقة أقرب للصلوات وبعض الأنغام المعينة اللي بيها بيتم حضوره. هي تكمل كل الطقوس المطلوبة منه، وحصل على عهد إبليس، ودي هتكون نقطة التحول الجديدة في حياته. إياد بعد ما خلص كل المطلوب منه، ظهر طرف جديد في حكايته مع أبو مرة، صفا بنت إبليس أو أبو مرة، وقال له دي من النهاردة زوجتك، واللي هتساعدك في تنفيذ كل رغباتك ولو مستحيلة. إياد جات له فرحة غير طبيعية، وجاله إحساس غير طبيعي بقوة ملهاش حدود. وبعد ما اتعرف على صفا بنت إبليس، وبما إنها زوجته، حب يمارس معاها اللي بيعملوا الأزواج مع بعض، ولكنها رفضت إن ده يتم بشكل مباشر، وقالت له أنا هخلي أي واحدة نفسها فيك تكون ملكك. استغرب منها وسألها لما انت زوجتي ازاي ما اقدرش اكون معاكي؟ ردها كان مرضي جدا لما قالت له اي واحدة نفسك فيها انا هتلبسها وهخليك تعمل فيها اللي انت عايزه، وبكده تقدر تمارس معايا علاقة الازواج. اياد الكلام عجبه وحب يجرب صفا هتعمل له ايه، واول ما فكر في للاسف في اقرب واحدة ليه. قال هجربها في اختي اللي جربت فيها قبل كده، وكان رد فعله انها كانت اجمل من المرة اللي فاتت. بعد ما اياد اتأكد من القوة اللي صفا اديتها له، طمعه زاد في قوة اكتر. راح التدريب في حمام السباحة، وكان في شاب تاني موهوب في السباحة وكان يقدر يسبق اي حد. طبعا اياد مش عاجبه وعايز كل حاجة. استنى لما روح واتكلم مع صفا، قال لها انا مش عارف اكون احسن واحد، انا لازم اكون احسن منه واعرف اغلبه. صفا قالت له وبكل هدوء لو انت مش عايزه ممكن تخلص منه، وجوده مش مهم. اياد اتحمس اكتر للكلام وكان عايز يعرف يخلص منه ازاي. صفا علمته وعرف منها الطريقة، وفعلا حضر كل الطقوس الشيطانية اللي قالت له عليها وجهز كل حاجة وبدأ ينفذها، واللي بيها هيقدر ينهي حياة الشاب ده. في نفس الوقت كانت أم إياد بتحاول توصل لأبوها في مصر عشان تحكي معاه في قصة إياد اللي تصرفاته بقت غريبة وعزلته زادت، وكمان حكايته مع القطط والكلام اللي سمعته من حارس العقار خلاها تقلق أكتر على ابنها. في الوقت اللي إياد خلص فيه الطقوس الشيطانية بحضور صفا بنت أبو مرة أو إبليس، أم إياد بعد محاولات كتيرة قدرت توصل لأبوها شيخ الطريقة الصوفية اللي في مصر. حكيت له بخوف على ابنها وكانت مهمومة جدا وزعلانة. الجد أول ما سمع الكلام ده رد عليها بكل هدوء وطمنها، قال لها على شوية حاجات تعملها وبعض الآيات أول ما تشوفه تقراها في سرها عليه، وطلب منها تشوف إيه اللي هيحصل ورد فعله بعد ما تقرا الحاجات دي. إياد كان خلص الطقوس الشيطانية اللي بيها هينهي حياة الشاب ده اللي معاه في التمرين. وتاني يوم لما راح التدريب سمع الخبر، الولد تعب ودخل المستشفى. المرض الخبيث ظهر عليه بشكل مفاجئ وأيامه أصبحت معدودة. الحزن ملا وشوش كل اللي موجودين ما عدا إياد.
اللي كان عنده حالة سعادة غير طبيعية ومبسوط جدا من اللي حصل للشاب ده. طبعا لما رجع من التمرين في اليوم ده والدته كانت مستنياه، غير هدومه بشكل عادي جدا وحضروا الغدا مع بعض. وهم قاعدين والدته كانت ساكتة على غير العادة، مش بتتكلم ولا حتى بتسأله زي كل مرة، وكانت بتبصله في صمت غريب جدا. استغرب شوية من تصرفاتها معاه بس مداش اهتمام. وهو بياكل الغدا بتاعه بدأ يجيله حالة خنقة غريبة، مش قادر يقعد يكمل أكل معاهم. وكانت والدته بنفس النظرة الهادية اللي ما اتغيرتش عمالة تبصله. مرة واحدة ما قدرش يكمل أكله وساب الأكل وقام دخل غرفته وقفل على نفسه. حالة الخنقة عمالة تزيد عليه، حس ساعتها إنه محتاج مساعدة، وأول ما طلب حضرت في وقتها. إياد بدأ يتكلم مع صفا وشرح لها الموقف اللي هو فيه. أنا متضايق يا صفا، أنا مش عارف مالي، مرة واحدة اتخنقت ومش طايق حد ولا قادر أكون مع حد. أنا جيتلك وعايز أفضل معاكي وحبيتك أوي، حبيتك انت بس، مش عايز أكون معاه. صفا ردت عليه بكل هدوء وكملت كلامها. ما تخافش، لو كلهم سابوك أنا جنبك مش هسيبك. تعال نغير الموضوع وقولي تحب نعمل إيه؟ إياد قال لها أنا عايز أقدر أعمل أي حاجة ومخليش حد يضايقني وأكون أقوى من أي حد. كملت رد في هدوء عليه وقالت له كل ده هيتم، بس ما قلتليش مش عايز البنت اللي بتحبها في التمرين تكون ملك ليك؟ أكيد طبعا عايزها. ردت عليه برضه بالهدوء المعتاد بتاعها. اتفقنا، اعمل اللي علمتهولك عشان انت وحشتني ونفسي فيك جدا. إياد راح التدريب تاني يوم وحصلت حادثة بشعة في المكان. ماس كهربائي في حمام السباحة مات بسببه 2 من اللي معاه في التمرين، خلى المكان كله يتقلب. الكل اتشغل مع الحادثة دي، ولحد ما الكل اتشغل في المكان إياد كان فاضي مع البنت دي وعمل معاها اللي نفسه فيه. في نفس الوقت والدة إياد بتكلم أبوها وحكت له على اللي حصل، وكان كلامها معاه كالتالي: أيوة يا بابا، عملت زي ما قلتلي بالظبط. والدها رد عليها وقال لها طمنيني، ايه حصل بعدها؟ لما عملت اللي انت قلتلي عليه مرة واحدة لقيته اتضايق ومكملش أكله وقام وسابني، ومن ساعتها مش عايز يكلمني. أبوها قال لها واضح إن في حاجة مش مظبوطة بتحصل، حاولي تدبري أمورك، لازم تجيلي في أقرب وقت انت وهو مع بعض. تفتكروا جد إياد حس بحاجة أو اكتشف حاجة من اللي بتحصل في ده كله؟ تفتكروا إيه هي المفاجآت اللي هتيجي؟ استنوا باقي الحكاية وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة بتاعتنا. شكرا جدا ليكم، ونتمنى نتقابل معاكم في فيديو جديد قريب ونكمل باقي حكاية أبو مرة.